تعملي ايه لو وقع على ايدك ميه مغليه او زيت مغلي؟ اوعوا تحطوا معجون اسنان، اوعوا تحطوا تلج على الحرق، اوعوا تحطوا زيت. في ناس بتحط معجون اسنان وده غلط جدا جدا جدا، لان هو هيحتفظ بالحراره وهيزود الحرق، فده غلط، ده اكس. وفي ناس بتحط زيت، غلط. الزيت ده تقلوا بيه تاكلوا بيه، انما ما يتحطش على حرق خالص، ده غلط، ده غلط. اوعوا تحطوا تلج على الحرق، التلج على الحرق مضر جدا جدا جدا. تعالى اقول لك هتعملي ايه. طيب اهم حاجه نعملها في حاله الحرق ان احط ايدي تحت ميه حنفيه بتجري لمده 20 ل 30 دقيقه، دي اهم خطوه. يبقى بعد ما غسلناها بالميه حطيناها تحت الميه اللي بتجري من تلت لنص ساعه، بنحط الجل اللي احنا بنستخدمه علشان الالام بتاعه المفاصل والعضلات والكلام ده، مش هقول اسمه عشان ما يبقاش دعايه. خلاص، الجل ده مضاد للالتهابات فبيقلل برضو النسبه بتاعه الحرق. هنحطه ونسيبه لمدة 10 دقايق ربع ساعة لحد ما الجسم أو الجلد يمتصه، وبعد كده نغسل تاني إيدينا بمية الحنفية الجارية. بعد كده بنحط أي مرهم عندنا فيه كورتيزون. الكورتيزون من الحاجات اللي بتقلل الالتهابات، وهنسيبه تقريبا حوالي 10 دقايق ربع ساعة برضو لحد ما الجلد يشربه. وبعد كده نغسله under running water، يعني تحت مية الحنفية. اخر خطوه هنعملها هنحط اي مرهم من بتوع الحروق. لو ما لقيتوش في البيت عندكم اي مرهم من بتوع الحروق، حط اي كريم مضاد حيوي، ويا هنغطيه بشاش فازلين لو موجود في البيت، لو مش موجود غطوه بفوطه نظيفه لحد ما تاخد نفسك وتروح بقى الطوارئ في اي مستشفى يقيم الحرق ده من انهي درجه. نقطة أخيرة مهمة، لو الحرق عمل فقاعة ما تخرمش الفقاعة، سيبها زي ما هي، الدكتور في الطوارئ هو اللي هيتعامل بعد كده مع الحرق، وربنا يسترها علينا جميعا يا رب.